بسم الله الرحمن الرحيم. انا ام رحيم معاكم، ست غلبانه جدا، وست كنت في حالي جدا. في يوم وليله كنت قاعده في شقه بايجار، في يوم وليله كنت بدفع 100، دلوقتي بدفع 1050. والمفروض بيقولوا في شهر 9 الجاي هتدفعي 15%، يعني المفروض حسبانيا كده هدفع كمان 150 جنيه زياده. 150، في حدود 150. طب بالله عليكم، اما ادفع دلوقتي 1200 جنيه، وانبوبه 350 جنيه، وادفع نور 400 جنيه، 500 جنيه، وادفع ميه 300 جنيه، امال اكفي بيتي وعيالي ازاي؟ ومعاش الواحد ربنا الحمد لله اللي عالم بيه، مش انا لوحدي، ده شعب مصر كله في نفس الحاله اللي انا فيها. اللي بيقبض 3000، اللي بيقبض 4000، واللي بيقبض 1200، واللي بيقبض 5000 جنيه حسب ما هو فيه. قولي لي ساعتها هعمل ايه باربع عيال؟ ومش انا لوحدي في نفس الحال، ده شعب مصر كله. ليه بقى؟ عشان الحاجه غاليه. لو الحاجه ما كانتش غاليه ما كانش الواحد اشتكى ولا عمل اللي احنا فيه. طب انت دلوقتي علت لنا الايجار 10 اضعاف ال100. طب دلوقتي المعاشات غليت، هو نفس المعاش اللي 4000 جنيه. طب المفروض اما تضعف لي 10 اضعاف امثالها، اما اوصل من 100 جنيه ل 1100 يبقى حرام. واجيب انبوبه ب 350 جنيه، واجيب اكل وشرب 30 يوم كاملين باكل اطفال انا وجوزي وعيالي. من اللي انا فيه كل مصر فيه، مش انا لوحدي. ساعتها ايه اللي يجرى؟ ولا نعمل ايه؟ قولي لي يلمن اخرب البيت؟ اروح اتطلق زي ما نص النسوان كلها اتطلقت؟ ولا اداري على عيالي واداري على بيتي واخد عيالي ببيتي ونعيش العيشه بمرها بحلوها؟ بس الطاق بقى فوق طاقتنا. ما هم مستحيل يكونوا ال 4000 جنيه هيقضوا 30 يوم، من ضمنهم 1100، والمفروض في شهر 9 150 كمان، يبقى 1200. طب وبالنسبه للنور ال 500 وال 600؟ بالنسبه للانبوبه اما تخلص هروح اعمل اكل عند الجيران انا وغيري، ده ب 350 جنيه. بالنسبه للميه ام 300 جنيه. بالنسبه لو حد عي اخرنا اسبرينا طبعا، او بنروح الاجزخانه. بالنسبه بعد كل ده احنا عايشين ولا ميتين؟ امي بتشتكي وغلبت من الشكا لان تعبنا. في يوم وليله كنا قاعدين بايجارات من ايام القانون القديم، دلوقتي بقيت قاعده اكن قانون جديد. والعيشه غاليه عليا وعلى كل الدنيا. اللي يشوف الفيديو ده يشيره. ام رحيم معاكم، ارجوكم حسوا بينا باللي احنا فيه، ارجوكم. وصل صوتك.